صباح التفاؤل، صباح السعادة، صباح الجمال على عيونكم يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ فيديو جديد، وفيديو النهاردة هيكون من ضمن سلسلة استعدادات رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يبلغنا وإياكم شهر رمضان ويبارك لنا فيه يا رب. ربنا يتقبل مننا جميعا الصيام والقيام ويبلغ لنا رمضان. كل سنة وانتم طيبين مرة تانية. مش هطول عليكم أكتر من كده وندخل في موضوع الفيديو على طول. جبت لكم المرأة اللي قلبت السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، قلبت السوشيال ميديا بديكوراتها ونظافتها وشطارتها، اللهم بارك. ست في منتهى النظافة والأناقة والجمال، ترتيباتها وأناقتها ونظافتها اللهم بارك عليها، يعني خدت من النظافة ما شاء الله. يعني بصوا هنلاقيها شاملة كل حاجة، ترتيب، ديكورات، أناقة، نظافة، حاجة كده اللهم بارك. قبل اي حاجه انا بعتذر اول حاجه عن الصوت النهارده، بس والله العظيم اعذروني، تعبانه جدا، بس قلت ما اتاخرش عليكم اكتر من كده، برغم ان انا زعلانه منكم، انتوا ما سالتوش عليا الفتره اللي فاتت، بس والله انا بحبكم جدا، عشان كده هسامحكم وهعديها. المهم جبت لكم النهارده في فيديو النهارده استعدادها واستقبالها لشهر رمضان الكريم. فجبت لكم ازاي هي بتستقبل شهر رمضان الكريم وبتجهز بيتها ازاي. بس الاول قولوا لي مين بدأ تجهيزات رمضان؟ انزلوا بسرعه اكتبوا لي في التعليقات اللي بدأ تجهيزات رمضان، خلينا نشجع بعض على ارض الواقع. ونرجع تاني للسيده الجميله دي، وهي بدأت تجهيزات رمضان بالكوفي كورنر بتاعها، واللي معتمده فيه على التصميم في اللون الجولد مع التصميم الخشبي والابيض. فهنلاقيها بدأت أول حاجة تلمع كل حاجة بملمع الزجاج. الإضاءة بتاعتها تلمعها كويس، لأن أساس أي حاجة الإضاءة، لو لمعتها كويس هتغير من مود المكان تماما. بعد كده الحاجة اللي فاضت واللي مش موجودة بدأت تحط مكانها. فهنلاقي الاول بدات تحط البسكوت، وبدات تحط القهوه والكابتشينو، بعد كده حطت الورود مع عسل النحل، وكل حاجه هي مش موجوده هي اللي بتعملها في البيت. يعني اي حاجه لما انزل لكم فيديوهاتها، هنزل لكم كتير فيديوهات ليها، هتلاقوها هي اللي بتعملها في البيت. بعد كده بدأت ترجع المجات مكانها، كل حاجة هي اللي بتعملها، ترص الحاجة مكانها، كل حاجة من إنتاجها في البيت. وبعد ما خلصت ورصت الكوفي كورنر، قالت بقى تاخد المج الكابتشينو بتاعها، عشان كده تفصل بيه ما بين الديكور اللي هي عملته، الديكور الجمالي، وما بين الديكورات الباقية. زي ما احنا شايفين ما خدش منها وقت خالص، هي يا دوب لمعت وحطت الديكورات ورصت وحطت الحاجه الباقيه، فما بياخدش حاجه خالص. خلي بالك ان النوع ده من الفيديوهات بيديكي طاقه ان انت تقومي تنجزي اللي وراكي، يعني ما تقوليش ان هو يا دوب فيديو هيروح، لا، بيديكي حماس يطلعك من القوقعه اللي انت فيها. كمان بناخد منه افكار ان احنا نقوم ننجز اللي ورانا. كمان لو انت ناقصك حاجه، ممكن يكون عندك مثلا علب فاضيه مش عارفه تعملي بيها ايه، ممكن ناخدها نعملها منظمات. كمان عندهم هم عاملين غرف، الغرف دي زي غرف غسيل كده، بيحطوا فيها الغسالات، وكمان بيحطوا فيها المساحيق وكده. فهي خدتها، راحت خدت الملايه بتاعت السرير، حطتها في الغساله بحيث تغسلها، وبعدين رجعت روقت الاوضه ورجعت تاني لغرفه الغسيل، بدات اللي هي تمسح الارض وتروق الغسيل اللي طلعته، طبقته وحطيته مكانه. بدات بعد كده تعمل الارض وترص المساحيق، كل حاجه في المكان بتاعها. المسحوق السائل بدات اهي ترصه في مكانه، كل حاجه في المكان بتاعها. المعطرات بدات تحطها، بدات تغسل الرخامه وتلمعها كويس، كل ده بيفرق جدا. الفوط بدات تطبقها التطبيقه المعتاده بتاعتها، والتطبيقه دي بتديها شكل شيك وانيق. خلي بالك انت ممكن تعتمدي على التطبيقه دي في الحمام مثلا، التويلت لو انت حطيتيها كده بالشكل ده بيديكي شكل انيق للضيوف، بتفرق معاكي جدا. فممكن تطلعي من الفيديو بكذا فكره تعتمديها يعني. بعد كده دخلت على المطبخ، بدأت تاخد المنظمات بتاعتها، تعمل الرز، المكرونه، السكر، بدأت ترص كل حاجه عايزه تترص. يبقى احنا كده النهارده خلصنا الكوفي كورنر. بعد كده دخلت على غرفه الغسيل خلصتها، بعد كده خلصت غرفه النوم، ودخلت بعد كده على غرفه الخزين، بدأت ترص الحاجات اللي عايزه تترص.
زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، ما تعتمديش ان انت تجهدي نفسك في ميزانية البيت، ان انت لازم تجيبي كل حاجة وان كل حاجة تبقى موجودة عندك عشان داخلين على شهر رمضان، فتجهدي نفسك وتجهدي ميزانية البيت، خاصة بعد غلاء الاسعار اللي بقت فيه وان كل حاجة لازم تبقى موجودة. لا، مش لازم تعملي كده. ممكن ان انت تجيبي كل حاجة يوم بيومه عادي جدا، زي ما كتير من الناس بيعمل، وما تضطريش انك تضغطي نفسك في الحاجه دي. على حسب ميزانيتك تمشي نفسك عادي، منها ان انت هتبقي عادي الدنيا ماشيه معاكي، ومنها ان انت مش هتضطري ان انت تساهمي في غلاء اسعار اكتر. يعني كله على حسب الميزانيه بتاعته. ولكن هي عندهم كطبيعه الحال كل بلد وليها ثقافه، هم اكتر البلاد بحس ان هم بيعتمدوا على كده، ولكن احنا بنعرض الراي والراي الاخر، وربنا يا رب يهدي الحال يعني. بعد كده دخلت على الانتريه، بدأت تلمع وتكنس الارض وتلمع الزجاج، وخلت الحاجة كلها اللهم بارك. بعد كده بقى بدأت تطلع المنظمات ما شاء الله كلها فارغة بدأت بقى تاخدها وتلمعها، بدأت تنظف الأدراج وتشفط اللي فيها كويس. بعد كده هتاخدها وتبدأ تغسلها كويس من اللي فيها، هتغسلها بقى كويس من كل اللي فيها، ولازم بعد ما تغسلها اللي هي تنشفها كويس من اي ميه فيها، بحيث ان انت لو حطيتي فيها اي حاجه الحاجه اللي فيها ما تبص. يعني ما ينفعش ان احنا نحط فيها حاجه وهي مبلوله، ده هيضرها جدا، بيبوظ الحاجه. فانت لو بتحطي حاجه في ادوات اللي هي بتخزني فيها لازم تكون ناشفه تماما من الميه. هي طبعا بتحط فيها تسالي او مقبلات، انت بقى حره، انت بتاخدي الفكره وتحطي اللي انت عايزاه، بس المهم ان انت لازم تنشفيها تماما من الميه وتحطي فيها الحاجه اللي انت عايزاها، بحيث ان هي تحافظ عليها المده تبقى طويله. طبعا الادوات بتاعه التخزين دي موجوده في السوق، جميع الاشكال وجميع الاحجام، واسعارها في متناول الجميع. لو ما لقيتهاش في السوق موجوده على اللي هي المواقع زي نون وامازون، موجوده بكثره، وبرده الاسعار كويسه. بعد كده هتخش على ادراج اللي هي التوابل، هتبدا بقى تخزنهم بالطريقه الصحيحه اللي هي زي ما قلنا، هتبدا تاخدهم برده في زي ما شفنا في الفيديو. لو انت عندك البرطمانات زي برطمانات اللي هي بتاعه النسكافيه او برطمانات، اي برطمانات فاضيه عندك ممكن تغسليها كويس بطريقه نظيفه وتلزقي عليها ستيكر، برضو كنت عرضته عليكم في فيديو قبل كده، وتخزنيهم بنفس الطريقه اللي هي عرضتهم ويكون شكلهم شيك وبسيط. بعد كده هتدخل على التلاجة وهتفضيها تماما من كل حاجة فيها، وبعد كده تاخد الأدراج وتغسلها بالشكل اللي احنا شايفينه. اللهم بارك، هم عندهم برضو بيعملوا كل حاجة أول بأول، فاحنا ممكن برضو ان احنا نعتمد النظام ده، ان انت حاولي ما تخليش عليكي اي حاجه. يعني خلي ان انت عندك سيستم او روتين يومي لبيتك، ان انت تنظفي الحاجه اول باول، بحيث ان الحاجه ما تتكومش عليكي. يعني ما يكونش مثلا عشان رمضان او عشان دخلت رمضان لازم اعمل كل حاجه فتحسي بضغط عليكي. تمام، احنا مثلا ده هنعمله. وكمان اكتبوا لي في التعليقات مين بدأ تنظيفات رمضان ومين خلص ومين ما خلص، كده خلينا نشجع بعضينا. المهم هي بقى دلوقتي طلعت الادراج وغسلتها وبدأت ترص، واللي عايز يتغسل بدأت تغسله. وكمان زي ما احنا ملاحظين في الفيديو كنت عرضته قبل كده عليكم يا جماعه، الحركه بتاعت المناديل دي انا استفدت فيها منها جدا الفيديوهات، ان هي بتحط المنديل تحت الخضار او تحت الفواكه، بيطيل من عمر الحاجه بطريقه مش معقوله. يعني اي خضار تحطي تحتيه المنديل وفوقيه المنديل بيطيل من عمر الحاجه لما تشيليه بطريقه جميله جدا. كمان المشروب اللي بتحطه ده، اللي هي تحط شرايح الليمون، المشروب ده زي ديتوكس كده، رهيب جدا. المشروب ده معتمد جدا، يعني اكتر اللي هم الناس الاصحاء دول اللهم بارك بيعملوه، بيكون جميل جدا وصحي. يعني مشروب اللهم بارك اعتمديه كده، منقي جدا للبشرة وللجسم، بيتخلص من السموم، جميل اللهم بارك. ده حلو برضو من الافكار الجميلة اللي استفدت منها في فيديوهات الروتين. بعد كده بقى زي ما احنا شايفين، زي ما قلت لكم هي عندها افكار للديكورات زي ما احنا شايفين تحفه جدا، بتعتمد على الورود زي ما انتم شايفين. اللون الجلد عندها
بتعتمدوا جدا في ديكورات بيتها، وكل ركن في بيتها بتميزه بحاجة جميلة. دي طبعا زي ما احنا شايفين دي علبة الشاي بتاعتها اللي هي بترص فيها الحاجة، وده زي ما احنا شايفين بدأت تحط المكسرات وتقلبهم على بعض. البوكس بتاع المقبلات بتاعتها اللي هي بترص فيه الحاجة بدأت ترص كل حاجة مكانها، بتجهز كل حاجة في البيت. كل حاجة عايزة تترص بترصها، اللي هو كل حاجة بحيث ان هي ما تبقاش محتاجة ان هي تمد ايديها في حاجة مرة تانية. خلاص البيت اكنه جاهز لكل حاجة، مش محتاجة ان هي تمد ايديها في اي حاجة مرة تانية. خلاص هي كده مرتاحة. بحيث ان انت داخل شهر رمضان عليكي شهر عبادة، خلاص انا فاضية للصوم الصلاة في روقان كده وراحة بال، اللهم بارك، انا مش محتاجة اي حاجة تانية. ما شاء الله اللهم بارك، ذوق، شياكة، اناقة، جمال، راحة بال. ربنا يا رب يرزقنا واياكم راحة البال. بس مش هطول عليكم اكتر من كده. هي دلوقتي هتعمل طريقة كيكة جميلة جدا تنفع في المناسبات، في رمضان، في اي وقت، بالذات لو عندك ضيوف. اتمنى بقى فيديو النهارده يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه ولو بحاجة بسيطة خالص. ويا ريت ما تنسوش اللايك الجميل، انا مسجله لكم فيديو وانا تعبانة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامة.